قدمنا 1.5 مليون شهيد و700 ألف معتقل، مستعدين نروح كلياتنا وما نتخلى عن قضيتنا. الله أكبر! الله أكبر! نحن عندنا ضياع دروز موجودة هون في الشمال، في شمال إدلب، جنب معارة مصريين بكفر بني وجيرانها. من الدروز بيركين ما حدا لاقي راح قتلهم منا، ونحن ابنائنا حامينهم من شان ما حدا يجي يتسوي له نفسه يروح يعتدى عليهم. اللي اليوم الدروز بقرى جبل السماء كلها تحت حمايه اهالي ادلب. اهالي ادلب نحن عم نحميهم، ابنائنا عم نحميهم، وهن ما حدا عم يتعاطاهم، لا حدا عم يأذيهم. بس نحن نأسف الشديد على شرف الدين اللي بركه وعم يشجع على النعرة الطائفي بعد ما كان مثال في الوطني ماشين نور شرف الدين. ومن اليوم نأسف عم بيرفعوا راية الإسرائيليين، إسرائيل دولة الصهاينة عم بيرفعوها الجرمانة، بدهم إيانا نسكت وشتموا رسولنا. كيف اليوم انتم بتشوفوا اعتداء الطائرات الحربية الإسرائيلية على مبنى هيئة الأركان وعلى القصر الشعب بالعاصمة دمشق؟ كيف بتشوف هذا الشيء؟ هذا اعتداء سافر هني مشان يسعوا لتقسيم سوريا، ونحن هذا الشيء بنرفضه. ونحن هلا عم نستنى بس إشارة وحدة من رئيسنا أحمد الشرع لنتوجه للجنوب السوري. إذا بتفنى سوريا على بكرة أبيها نحن راح نقاتل لآخر شخص فينا، نرفض